حبيبتي وخيتي، ستوك وما أدراك ما ستوك. كيفاش نستعمل ستوك ديالي، كيفاش نهز السلعة من ستوك ديالي، كيفاش ندير ستوك ديالي في داري. واش ستوك سالمة ندير فيه شوية بشوية ونهز شوية بشوية؟ ما الفائدة أني نشري سلعة ونخليها محطوطة عندي؟ علاش ما نخليهمش فلوس؟ واش ستوك كيدار غير سلعة؟ ما كنحتاجوش الفلوس؟ وإلا كنا كنحتاجو الفلوس علاش غادي نديرو السلعة؟ الحبابات الاخوات، شكرا لكم، شكرا لايكاتكم، شكرا لتعاليقكم الزوينه، شكرا للقلوبه لا يخطيكم يا الاخوات، وراكم عزاز ديما في القلب، وراكم في القلب وديما عزاز. قبل ما نبداو فيديو ستوك اليوم غادي نهضروا على واحد النقطه مهمه في ستوك. قبل ما نبداو نصليو على نبينا، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يا رب العالمين. واحد النقطه بعدا قبل ما نبداو، ستوك واش كيديروه غير الناس البسطاء؟ واش ستوك ما نديروش للناس اللي عندهم مصاريف؟ حبيبتي وخيتي والعزيز على قلبي والحبيبه والفليفله الحاره، فهمي واحد الهضره. مثلا نعطيك مثال، الناس القدام يا حباباتي، فهمتيني شو كانوا كيديروا؟ اول حاجه في ستوك ومعروفه هو الزرعه. حبيبتي كاينه ولا ما كايناش؟ كاينه يا سالمه. واش الزرعه خيتي كانوا كيديروه الناس؟ انا دابا كنهضر لك على الناس القدام، ماشي الناس مواتنا ولا جدواتنا. ما كنهضرلكش على مواتنا، كنهضر لك على جدواتنا وموات جدواتنا. فهميني حبيبتي شنو باغا نقول لك؟ شكون اللي كان كيدير ستوك مثلا ديال الزرع؟ شكون؟ شكون كان كيدير ستوك ديال الزرع؟ الا الناس اللي عندهم الفلوس باش يشريو الزرع، اولا الناس اللي كيفلحوا وعندهم في الفلاحه ديالهم الزرع. يعني الناس اللي عندهم هما اللي كيديروا ستوك. واش عمركي شتي شي واحد مثلا بين قوسين فقير درويش مثلا حمال في السواق مثلا وكيدير لك ستوك ديال عام ديال الزرع؟ اولا كيدير لك ستوك ديال السمن فهميني السمن غادي يديروه صحاب البهايم، صحاب البقري. وشكون عنده البقري؟ اللي عنده كتلقاي عندهم الخوابي ديال السمن فهمين حبيبتي شو باغا نقول لك؟ اما الناس اللي كنقولوا حنا دراوش ما عندهمش، شنو كيديروا يا حبيبتي؟ كينوضوا كيخدموا باش كيقلبوا على فليسات، على مدخول. فين كيقلبوا على فليسات على مدخول كيمشيو كيشريو بها حويجه في وقتها وكيديروها ستوك. اذا هادوك راهم كيديروا ستوك والفئه الاخرى كدير ستوك، غير كل واحد وكيفاش كيدير. واش فهمتينا خيتي؟ هذاك الفئه الاولى كديرها لانها كتفلحها، مثلا كيفلحوا الزرع، كيكون عندهم البقر كيديروا الخوابي ديال السمن وما نعاودش ليكم، كيكون عندهم الفلاحه النحل، كيكون عندهم العسل يعني بلدي على طول العام، وكيكون الفئه الاخرى يا خيتي ما كيبقاوش غير جالسين. لا، انا باغا ندير ستوك كنوض كنضرب عليه تمام. انا مثلا باغا ندير ستوك، عرفتوا على واحد الحراره يا الاخوات مطنطنه ما نعاودش ليكم. نرجعوا للموضوع. انا باغا ندير ستوك كنوض كنبدا المجهود. علاش؟ حيت باغا نصيريف. انا باغا ندير ستوك. انا مثلا بغيت ندير ستوك ديال عام ديال الزرع، خصني مصيريف باش غادي نشري هاد الزرع، كي غادي ندير ليه، مني غادي نبداه. فهمتيني؟ انا باغا ندير ستوك في العسل البلديه، انا باغا ندير كنوض كنخدم. الخدمه يا حبيبتي، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. الخدمه خيتي، العمل
ربي كيبغي الانسان اللي كيجيبها حلالا طيبه وكيخدم كيكون عنده واحد المدخول. علاش مرضاش بالدل، مرضاش على راسو يبقى غير جالس. وحدين اخرين كيديروا مثلا ستوك هو غير جالس، كيدوز كدور عليه الدائره ما كيلقاش باش يقضي مع وليداتو، كيقول انا خصني نخدم، انا خصني نزيد نجمع، انا خصني نزيد نوفر. فهمتيني؟ لكل مجتهد نصيب. دابا يا حبيبتي كذلك ومثال في هذا العهد ديالنا، اللي عنده الله يسهل عليه، اللي ما عندوش حبيبتي خصو ينوض يخدم. ربما هاد الهضره غادي تجيك عندي انا ولا مني انا قاصحه، ولكن هذا راه هو الواقع. نوضي خدمي. شوفي حبيبتي، انا غادي نهضر معاك بصريح العباره. شوفي مثلا شحال ديال المؤثرين ياكي كيف كانوا في اول المشوار ديالهم، من غيري انا بطبيعه الحال، انا عرفتوني هنا راني باقا هنا في كوزينتي العادي في العادي، ولكن انا كنهضر على الناس اللي خدموا في مواقع التواصل الاجتماعي وكان ليهم منها مدخول، كيفاش حياتهم تبدلات، كيفاش حياتهم تغيرات. علاش اخيتي؟ لان عرفوا بان العمل هو الحل الوحيد باش يحسنوا الوضعيه ديالهم. مدخول اضافي هو الحل الوحيد باش يزيدوا بوليداتهم القدام. وانت يا حبيبتي كتبقاي لاصقه ليا شنو؟ في نص كاس ديال الروز، ونص كاس ديال العدس، ونص كاس ديال ما عرفت شنو، وشويه بشويه وهادي بهادي، شويه بشويه عندها ماليها، عندها ناسها. داك نص كاس ديال الروز ونص كاس ديال لي باط وشويه من هنا وكويسه ديال الزويته وهادي وهادي، عندها ناسها. شكون هما ناسها يا سلمى؟ ناسها هما عدد افراد الاسره كيكون صغير. اما عدد الافراد الاسره يكون كبير فمحتاج مدخول اضافي يا الاخوات. لاني انا ربما نمشي معاك، انا 8 ديال الافراد في الاسره، ربما غادي نوفر واحد كاس، انا نقول لك رابعه ديال العدس، كاينه ولا ما كايناش؟ شنو غادي نوفر فيها؟ وهانتي وفرتيها في الشهر، فهمتيني؟ هانتي كاع جبتي داك العديسه وفرتيها في الشهر، غتاكليها في اسبوع. فمثلا انا الا جيت نتقدى خصني واحد 1000 درهم ديال التقضيه، وما تكفينيش الا كنت غادي نبدا تقضيتي الشهريه من جوسكا زد، يعني ما يكونش عندي شي حاجه في الدار. واش فهمتينا حبيبتي؟ داك شويه كيكون مع الناس اللي عدد افراد الاسره ديالهم صغير، 2 الماكسيموم 3. اما فين كيفوت عدد افراد الاسره 4 كيكونوا كبار، ما فيهمش الوليدات الصغار، مثلا الاب والام والوليدات كبار تبارك الله، مثلا شباب وشابات، وتقولي لي نص كويس ديال الزيت، نص كاس ديال الروز، هادي راها ما مسلكاش كتلقاي الزوج يعني خدمته على قدو مدخول واحد. هادشي علاش كندور كنقول لكم شنو هو الحل. نوضي يا حبيبتي وخدمي، نوضي يا حبيبتي ويكون عندك مدخول اضافي، ما فيها حتى شي عيب. كتلقاي المراه راجلها خدام وهي كتوجد الحلوى دوازاتاي في دارها، لي كوموند تشدهم وتعطي للناس صافي. كتلقاي الاخت مثلا راجلها خدام وهي طرازه، يعني كطرز، هالطرز الرباطي، هالطرز المهم راكم عارفين. كتلقاي الزوج كيخدم والاخت يعني المراه ربات البيت حتى هي عاوتاني كتبيع وتشري، عندها مهم كتلقاي تعاون.
يا اما باش تقولي لي في هذا الوقت تبقاي شويه على شويه على شويه، وبالخصوص كنهضر مع الاسر الكبيره عدد افرادها، راه ما يمكنش حبيبتي وما غاديش يسلكك وغادي ديريها. تصنتي ربما ديريها، ولكن ديما غادي تبقاي في داك الخانه ديال شنو، ديال انا باقا هادشي ما قادنيش، هادشي ما كفانيش، هادشي ما كفانيش، هادشي ما مسلكش هادشي. علاش؟ لان فعلا ما مسلكش. واش انتي عدد افراد الاسره ديالك 8 بحال وحده عدد افراد الاسره ديالها 2 ولا كاع 3؟ ما يمكنش حبيبتي، ما يمكنش. كذلك ومثال اخيتي بالنسبه يعني ستوك ديالك فين كيكون عندك مدخول اضافي، ولو حبيبتي غير 300 درهم في الشهر. عرفتي شنو هي 300 درهم في الشهر؟ يعني تكوني كتدخلي 10 دراهم في النهار، فهمتيني؟ تكوني كتدخلي عندك واحد المدخول ديال 10 دراهم في النهار، 300 درهم في الشهر. كتكوني مطرقه المسامر لشي حويجات في ستوك، كتكوني مطرقه المسامر لشي مصروف، فهمتيني؟ اذان بشويه ماما، اذان صافي قطع. فهمتوني يا الاخوات؟ فين كيكون عندكم واحد المصاريف اضافي، واحد المدخول 10 دراهم 20 درهم في النهار، يا سلام يا سلام، كتحسي براسك ستوك ما بقاش كيشكل لك تعب. راه كاينه الاخت اللي شوفي، كاينه الاخت اللي كتعجن خنشه ديال 25 كيلو فرص اللي كيعجنوا الخبز، راه المينيموم عندها واحد 50 درهم في النهار. 25 كيلو ديال الفرص الى عجناتها وطيباتها عندها فيها واحد 50 درهم في النهار. صافي داك 50 درهم في النهار عرفتي شحال تفك عليها؟ تفك عليها مصروفها الشخصي، تفك عليها حبيبتي ستوك الا بغات دير ستوك، يعني بزاف ديال الامور. راه 50 درهم في النهار المينيموم راه كتجيك حبيبتي 1500 درهم في الشهر، 30,000 ريال في الشهر. ايوا شنو ونبقى شوفي دابا 10 دراهم في النهار صاحبتي، 10 دراهم في النهار غير 10، وتبقى يا حبيبتي مديرونجيه دماغك، لا هذا شويه كيكه ديال الزيت، لا هذا. وانا قلت لك راه شحال من واحد من مواقع التواصل الاجتماعي راه كيف كانوا في اول المسيره ديالهم، رجعوا الفيديوهات ديالهم القدام، راه كانوا لا شيء، ولكن خدموا، عرفوا بان المدخول الاضافي هو الحل لتغيير الوضعيه. صافي داروا مدخول اضافي، تغيرات وضعيتهم، هما غاديين مع الحياه. يلا كذبينا حبيبتي وقولي لي لا، نقول لك ولي الفيديوهات القدام، ما قلت لكم يا الاخوات غادي نكمل معكم هذا الفيديو بهذه الجوله خفيفه ظريفه يا الاخوات في المدينه القديمه. المهم يا حباباتي كنبغي لكم الخير، الله يسهل امري وامركم، نوضوا خدموا على راسكم يا الاخوات. راه ما كاينش اللي عنده لقاها يعني واجده الا اللي ضرب تماره وكيضرب تماره. نوضي حبيبتي وخدمي، نوضي حبيبتي وحسني الوضعيه، نوضي خيتي ووفري واقتصدي وديري التحديات وكوني حويدقه، تكوني لالاتهم وبحداك تكفيتاهم. الله يجازيك بالخير حبيبتي. راه ما كاينش شي حاجه سهله وما كاينش شي حاجه غير هكاك وصافي. كنعسو نوضو كنلقاو دار، كنعسو نوضو نلقاو طوموبيل. انتي كتشوفينا حبيبتي، انا كنهضر بعدا على راسي، انتي كتشوفيني كل شهر تقسيم الميزانيه، كل اسبوع تقضيتو بوحديتو، كل مره التوفير والاقتصاد. ولو نوفر غير 10 دراهم كنقول لكم يا حباباتي كونوا فليفلات حارات. تحدي الدراهم كنقول لك حبيبتي كوني فليفله حاره. فهمي اخيتي، هضرتي وذوقي الكلام وفهمي المعنى، ذوقي الكلام وفهمي المعنى وكوني بنت المعنى.
وراكم عزاز وديما في القلب، وراكم في القلب وديما عزاز. وكنهضر معاكم اختكم سلمى اللي كتهضر معاكم من الواقع يا الاخوات. انا بعدا كنهضر على راسي، والله ما نطت يعني وعرقت ونشفت فيها لا لقيت شي حاجه واجده. فلهذا يا خيتي خدي يعني التجربه ديال الناس اللي خدموا ووصلوا وكيوصلوا وكيتعافروا مع الوقت، والدنيا كتشد وهما كيشدوا يا الاخوات، والخبر راه في راسكم. وهكا نبغيكم تكونوا 5 هكا نبغيك حبيبتي. شوفي كتعيشي وانتي مطمئنه يا خيتي. علاش؟ حيت كديري اللي عليك، كتخدمي، كتوفري، كتقتصدي، كتبدلي مجهود، والكمال على الله عز وجل. فهمتينا حبيبتي؟ ربي كيكمل على كل واحد ناوي غير الخير وباغي غير الخير بالخير يا حبيبتي. راه فرق كبير ما بين واحد يعني قلبه صافي وكيخدم وكيضرب تماره على وليداته، فهمتينا، ربي ما غاديش يخيبك، عكس واحد المسيميمه المحساده المغياره القلب الكحل. فهموني يا الاخوات. فلهذا يا خيتي نوضي وبدلي مجهود، كوني فليفله حاره، قلبي على مدخول اضافي ينفعك في ستوك، ينفعك في اي حاجه نتيا باغا ديريها. وراكم عزاز وديما في القلب، وراكم في القلب وديما عزاز. اما حبيبتي تبقاي توفري شويه بشويه، فالقضيه صعيبه وغدا كتصعب حبيبتي، والهلا يصعبها على شي مسلم. اللهم يا خيتي كنعرقوا ونشفوا ونقلبوا على مدخول اضافي، كنزيدوا نطوروا به نفوسنا، معيشتنا، حياتنا. اللهم اديمها نعمه واحفظها يا ربي من الزوال، من الحامدين التائبين الشاكرين. حنا غاديين مسورين مع الوقت باخر والى خير. اللهم لك الحمد. حتى انت يا حبيبتي نوضي خدمي وضربي تماره وكون لك مدخول اضافي يا حبيبتي، يكون لك مدخول اضافي يا خيتي، نعاودها، يكون لك مدخول اضافي. عري على دريعاتك، فهميني، الا قدرتي ديري قناه ديريها، راه فيها المدخول. راه غير ضربي في سلمى طلع لك المشاهده، ما تضربيش في سلمى راه ما طلع لكش المشاهده. فهموني يا حباباتي. يلا يا الاخوات تهلاو ليا في رياسكم، وراكم عزاز ديما في القلب، وراكم في القلب وديما عزاز. واللهم اديمها نعمه واحفظها يا ربي من الزوال. قبل ما نختموا الفيديو كيف ما العاده ما تنساوش الرزاق الله يا الاخوات. شويه على شويه كيولي بزاف، ولكن كيحتاج مننا الوقت. الا بغيتي تقتصري عليك الوقت يكون لك واحد المدخول تعيشي به، داكشي اللي غادي توفريها حبيبتي في عام كتخدميه ولكل مجتهد نصيب. كيكون عندك واحد المدخول تقدري تدخليه في 6 شهور وكتغتنمي الوقت وكتغتنمي يعني حياتك وعمرك حبيبتي، ولكل مجتهد نصيب. يلا ويا الاخوات، والله ما سخيتش بكم يا حباباتي، وراه هزمت، ولكن هكاك قلت لابد غادي نخرج مع الاخوات، غادي نشارك معهم هذا الفيديو. علاش؟ باش نبين ليهم ونقربهم للواقع يا الاخوات. الواقع مر، الواقع قاصح، الواقع يعني خصك تكوني فيه للو مولاتي يا حبيبتي. يا حبيبتي، واهم حاجه هو انك تكوني بدراعك يا خيتي. الله يخلي لينا صحيحتنا باش نكونوا مع وليداتنا، والليله يخطيكم. وشكرا لكم يا الاخوات، والله ما سخيتش بكم يا حباباتي، والله كنهضر معاكم يعني بحال كنهضر مع خواتاتي ديال الصح. وراكم عزاز وديما في القلب يا حباباتي. تهلاو ليا في ريوسكم، نتلاقاو ان شاء الله في لايفات جايه باذن الرحمن. تحياتي، مع السلامه.